إذن القضية مهمة أعزائي لأمثال هذه الروايات التي هي من أهم مسائلنا العقائدية أعزائي. السيد الخوئي قدس الله نفسه في معجم رجال الحديث المجلد الثاني في ترجمته أحمد بن محمد أعزائي، أحمد بن محمد بن خالد البرقي، اللي أعزائي تعابير متعددة له في الكتب، تارة يعبر عنه أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأخرى أحمد بن أبي عبد الله، وثالثة أحمد بن أبي عبد الله، ورابعة ابن البرقي، وخامسة البرقي. ومن هنا أعزائي نحتاج إلى بحث لاحق وهو التمييز، عندما يأتي اسمه لا بد ماذا من التمييز، ولكن بحث آخر. يقول هذه الرواية في صفحة 265: هذه الرواية قد أشكلت على كثيرين، أولهم فيما نعلم السيد التفريشي، فتخيلوا أن فيها ذما على أحمد بن أبي عبد الله. أول من شكك وقال أن هذه الرواية دالة على التضعيف هو من؟ هو السيد التفريشي. جيد جدا، هذا نقد الرجال أعزائي للسيد التفريشي. الرجالي المحقق السيد مصطفى ابن الحسين الحسيني التفريشي من أعلام القرن 11 في الصفحة الجزء الأول صفحة 154 أعزائي، رقم الترجمة 311. أحمد بن محمد بن خالد أعزائي ترجم له، لم يشر لا إلى الرواية ولا إلى التضعيف ولا إلى الطعن، إلا إذا كان مقصود سيدنا الأستاذ السيد الخوئي في مكان آخر. في ترجمته لم نجد هذا المعنى عند السيد التفريشي. هسه السيد الخوئي من أين نقل هذا المعنى؟ أو اعتمد على ذاكرته وذاكرته لم تعنه على ذلك، وإلا هذا هو نقد الرجال للسيد التفريشي، ولا يوجد فيه أي ذكر لا لرواية الكافي ولا لدلالة ماذا؟ ولا لدلالتها على الطعن.